اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديده على قناه ريحان شانيل. كنتمنى تكونوا مزيان دائما في اطار تحضيرات رمضان. يلا يوصلوا لنا بخير وعلى خير، ودائما بلا ما نكلفوا على راسنا. دائما كنقولها ما نكلفوش على راسنا. غادي نكمل معكم التحضيرات اولا الشيوات اللي يمكن لكم انكم ديروهم في الكونجيلاتور وكينفعوكم هكا شويه. فنبداو على بركه الله. غادي نشارك معكم في هاد لا فيديو هادي جوج ديال الحشوات اللي ساهلين وما فيهمش تعقيدات بزاف، والاهم حاجه هما انهم ما كيكلفوش بزاف. فغادي نبدا معكم بالحشوه الاولى. كناخذوا الطنجره اولا مقله اولا اللي بغيتيو، كناخذوها كنوضعوا فيها مرصود ديال الزبده وشويه الزيت. انا دائما كنخدم بالزبده والزيت. فكنوضع فيها هنا بصله خضاريه كيف ما كتشوفوا انا مقطعاها بالنباته ديالها. تقدروا تعوضوها بالبورو الا بغيتوا، الا كان متوفر عندكم تعوضوها به. حتى البصله الخضريه كتعطي واحد لوغو زوين، كتعسل ديك الحشوه. مهم وضعت هنايا بصله وحده ما كبيراش بزاف، وضعت هنايا فلفله خضراء مقطعه قطع صغيره. الاهم انها تكون مقطعه الفلفله قطع صغيره باش ملي نبداو نعضو في السيجار ديالنا ما تجيناش غليظه وتخسر لينا المذاق. هو غير المنظر اللي غادي يخسر. كنوضعوا هنايا الكفته. هنا عندي 30 درهم ديال الكفته، فانا غادي نعطيكم العبار اكزاكت. 30 درهم ديال الكفته، معلقه ديال البابريكا ديال التحميره، ومعلقه ديال البزار والملحه. فاحسن حاجه في هادشي كنصوبوه قبل رمضان هو اننا كنقدروا نذوقوا. يعني بطبيعه الحال راه الملح كتبقى ملي كتسالي الطياب ديالك راه كتذوقي كتشوفي واش خاصه مليحه. الا كنتي كتبغي الحار ضيفيه حتى هو. هنا كيف قلت لكم الملح بزار التحميره، وضفت شويه الهريسه الى لاحظتوا اختياريه. انا كيعجبني هذا الشيء يكون حار، واخا ما كنديرش ما كنديرش دائما كل شيء حار، حيت هذا الشيء ما كياكلوش ليا بناتي. داكشي علاش كنديرو حار، كناكلو غير بوحدي. كيف ما كتشوفوا كنبقى هكا كنحاول انني نفرتت في هذيك الكفيته غير بشويه حتى كطيب ليا وكتشرب ديك الزبيده والزويته، باش هكا ما يجيوناش ناشفين. تقدروا تستعملوا كفته البقري، كفته الغنمي، كفته الحوت، كفته الدجاج، كفته العدن، اللي بغيتو تقدروا تستعملوه. هنايا ضفت الفيرميسيل اللي انا ديجا كبيت عليها الماء طايب وقطعتها بالمقص شويه. هنا الزيتون خضر مقطع تقريبا. هنا ملي ضفت هاد الفيرميسيل والزيتون طابت ليا الكفته وطاب ليا كلشي. غير كنضيفهم كنخلي البوطه مهيله حتى كنخلطهم مزيان باش كتشرب ليا مزيان ديك العطريه. وردوا البال ان ملي كتضيفوا الفيرميسيل راه كتشرب حتى هي العطريه مع الكفته ومع هذاك الشيء اللي ضفتوه في الاول، راه كتشربها مزيان. يعني حاولوا انكم تضيفوا الا كان خاصها شي حاجه ضيفوا العطريه اون بليس. كيف شفتوا هنا البوطه راه خليتها مهيله. وغادي نضيف هنايا القزبر ومعدنوس كان عندي كونجلي غادي نضيفو. هنا ضفت هذاك الشيء اللي بقى في لابواط كامله. وصراحه هاد لي بواط كيف قلت لكم من قبل كيهنيوك بزاف، ماشي بحال لي بواط ديال بلاستيك كيبقى لاصق لك فيهم القزبر ولا المعدنوس. هادو لا، غير كتجبديه كيتجبد معاك دغيا دغيا. هنا صافي من بعد ما ضفت القزبر ومعدنوس كنخلط مزيان باش صافي غادي تبقى ليا اخر مرحله هي انني نطفي البوطه. يمكن لكم تطفيو البوطه تضيفوا الفرماج حمر. انا هاد جوج حشوات قررت انني ما نديرش فيهم الفخوماج نهائيا، بغيتهم يبقاو هكاك ناتشورال، حيت الفرماج هو كيبنن لك اي حاجه وكيعسلها وكيخليها معلكه ولكن انا بغيتهم يبقاو هكا طبيعيين. ما بغيتش لوغو ديال الفرماج يغطي ليا على لوغو ديال هاد الحشوات هادو. ما كيعنيش انه ما كيعجبنيش، كيعجبني اللوغو ديال الفرماج، غير بغيت نديرو في حوايج اخرى. هادو قررت انني نخليهم طبيعيين. كيف ما كتشوفوا حيدت الحشوه باش حطيتها كتبرد، وفي نفس الطنجره درت شويه الزيت وشويه الزبده عاوتاني باش غادي ندوزو للحشوه الثانيه. الحشوه الثانيه غادي نديرها بالصدر ديال الدجاج. هاد الحشوه هادي ضروري كل رمضان كندير حيت كتعجبني بزاف، وكيف قلت لكم كتجيني ساهله. درت هنايا بصيله، دائما البصيله خضاريه اللي تقدروا تعوضوها دائما بالبورو. هنايا شرائح ديال الصدر ديال الدجاج، ما ديروش لاداند. انا كندير صدر ديال الدجاج باش كيجيني فتي وكيجيني طري، وحتى في العضه كيجيك مزيان. لاداند كيجي شويه ناشف وكياخذ لك الوقت بزاف في الطياب. هنا كيف شفتوني وضعت الزبده الزيت بصيله والصدر ديال الدجاج وضعته هو الاول،
وضعت معاه هنايا جوج ديال كورجيت القرعه الخضراء، وضعتها هنا محكوكه كيف ما كتشوفوا في الحكاكه الغليظه، وهنا جوج خيزوات حتى هما تقريبا. الكورجيت كانوا كبار وخيزوات حتى هما كانوا موين ماشي صغار، حكيتهم في الحكاكه الغليظه. بالنسبه للصدر ديال الدجاج حتى هي كانت عندي 30 درهم، يعني حوالي نص كيلو شويه، جاي نص كيلو. وضعت هنايا الملح، البزار، التحميره، وصلصه ديال الصوجه تقريبا معلقه، وصلصه ديال الصوجه تقريبا واحد 2 معالق كبار ديالها. وضعت هنايا الحامض مصير مقطع، وضعت العطريه ديال الحوت متوفره بكثره دابا عند العطاره، حتى هي وضعتها. هاد السيجار هادو علاش كيعجبوني؟ حيت كيجيو بالدجاج مذاق الحوت، كيجيو زوينين ورائعين، وكيجيو ازياتيك، كيجيو زوينين بزاف. تيقوني غير جربوهم وتيقوني، حيت تالمو كيعجبوني ما لقيتش الكلمات باش نوصفهم لكم. صافي هنا كنخلطوا كلشي مزيان كيف ما كتشوفوا. راه الماء ما كنضيفوش نهائيا، لا في الوصفه الاولى لا في الحشوه الثانيه. هنا من بعد ما بدا كيدبل ليا الدجاج ديالي والخضره ديالي، زدت عليه شامبينيون نوار اللي كبيت عليه بطبيعه الحال حتى هو الماء طايب، وقطعته بالقراده، قطعته مزيان. تقدروا دوزوه في الهاشواغ، حتى من الفيرميسيل تقدروا دوزوها في الهاشواغ الا بغيتو. انا كتعجبني تبقى صاينه شويه، ماشي نقردها بزاف، داكشي علاش كنقطعها غير بالمقص. هنايا العافيه عفوا دائما مهيله. ملي كنوصل لهاد المرحله كنقص العافيه، حيت لا نقصتها من الاول غيطلق ليا داكشي الماء كثير، وانا ما بغيتوش يبقى الماء. ضفت الفيرميسيل، ضفت القزبر ومعدنوس بكميه كثيره. حتى هنا الا بغيتو تقدروا تضيفوا شويه ديال الهريسه الا بغيتو. صافي كنخلط كل شيء صافي، وكتبقى ليا تقريبا المرحله الاخيره هي انني نطفي البوطه ونخليهم على جنب باش يبردوا. ومن بعد ما بردوا ليا الحشوات تماما، يعني كنخليهم يبردوا على خاطرهم، خديت هنا الورقه. هنا استعملت في الحشوه الاولى استعملت الورقه الصغيره، قطعتها على جوج كيف ما كتشوفوا، عطاها ليا شويه كبيره، راه ماشي صغيره كاع، غير انا بغيت هاد لي سيغار هادو نديرهم كبار. بالاخص هادو ديال الدجاج والفيرميسيل الكحل قررت انني نديرهم شويه كبار، داكشي علاش الورقه البسطيله قطعتها غير على جوج. كنوضع كميه ديال الحشوه هنا الوسط على هذا الشكل هذا، وكنحاول الورقه تكون دائما متوازيه، يعني الجناب بجوجهم يكونوا متوازيين باش التنيه ديال الورقه كتجينا زوينه، يعني الطيه ديال الورقه كتجي زوينه، ما كتجيش شي طالع وشي هابط وشي مشعكك. وكنسدها في الاخير بالدقيق والماء. وسمحوا لي بزاف انا كنخدم بايديا، ما كنعرفش نخدم بالمعلقه زعما، سورتو في هاد الحشوه مسمن معمر وهادشي كنخدم دائما بايديا. وكل وحده راه كتعرف راسها اشنو كدير، كل وحده راه كتعرف كوزينتها وكتعرف نقاوتها. الحمد لله السيدات المغربيات راهم تبارك الله عليهم. هنا قبل ما نكمل باقي الحشوه قررت انني نشارك معكم باقي التحضيرات زعما ديال هذا السيجار هذا. فانا قررت انني غادي نغمسهم في البيض وفي لا شابلور مع شويه ديال البافون. هنا وضعت البافو مع لا شابلور، وهنا وضعت البيض. هنا كنغمس في البيض وكنغمس في لا شابلور من موراها، لحقاش الطريقه ديال التجميد ديالهم هادو كيكونوا شويه سبيسيال. علاش غادي نكمل انا بهذه الطريقه ديال نغمس في البيض ونغمس في لا شابلور؟ علاش غنخليهم في هذا البلاطو هذا؟ انا واضعهم غير في كراده اللي كنقرد فوق منها، فهي ديال البلاستيك، وغادي نوضعهم على هذه الطريقه هذه في المجمد. غادي نخليهم في المجمد باش يقبطوا في راسهم بما كملت انا باقي الحشوه. بالنسبه هنا للحشوه الثانيه خديت الورقه الكبيره قطعتها على 4، تعطاتني هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. قطعتها على 4 وكنحاول انني كندور الورقه، حيت هادو بغيتهم صغيورين، ماشي صغيورين بزاف وانما صغار من الاخرين، حيت هادو غادي نخليهم طبيعيين، ما غاديش نغمسهم لا في بيض لا في حتى شي حاجه، غادي نخليهم هكاك طبيعيين. غير انا بغيت نخليهم صغيورين هكاك يكونوا حلوين. الحاجات الصغيره كتكون زوينه. كيف ما كتشوفوا خديت الورقه الكبيره قسمتها على 4، كنوضعها هكا على هذا الشكل هذا كيف ما موضح في الفيديو. وكناخذ شويه ديال الحشوه كنوضعوها للوسط. دائما انا الحشوه كنوضعها للوسط باش يبقاو ليا الجنيبات بحال هكا كتلعبي بهم كيف ما بغيتي. والمهم هو ان
كيف قلت لكم الجناب يكونوا متوازيين باش التنيه، ها انتم على هذا الشكل هذا، باش التنيه ديال السيجار يجيوكم زوينين حتى في المنظر. صافي، وكنستمر على هذا الشكل هذا، وكنسد بالدقيق والماء، غير الدقيق في هذيك الزلافه دايره غير الدقيق والماء. وانا كنستمر على هذا الشكل بطبيعه الحال حتى كنكمل لا كونتيتي اللي عندي كامله. لا كونتيتي الاولى ديجا كملتها، وهذه لا كونتيتي الثانيه. هاد السيجار هادو كيجيو ساهلين في التجميد ديالهم، ماشي بحال الاولين. مهم انا هنا باقي كنصايب، غير قررت انني باش نشاركهم معكم وهما طايبين، قررت انني ندخل هاد لا كونتيتي هذه الفران. دهنتها غير بشويه الزيت، ما درتش لا زبده لا حتى شي حاجه، دهنتهم بشويه الزيت ودخلتهم الفران يكون ديجا سخون من الفوق ومن التحت. هنا هذاك البلاطو خرجته من الكونجيلاتور كيف ما كتشوفوا الكراده، باش غادي نديرهم في دي ساشي. الاخرين غادي ندخلهم الكونجيلاتور اللي غمست في البافو وفي البيض. اما لي سيجار اللي خليتهم ناتوريل فانا درت ليهم ساشي هكا، غير ما تزحموهمش باش هكا تبقى ليهم الفورمه مزيانه كيف ما كتشوفوا. الا عندكم الكونجيلاتور كبير يعني كبير، تقدروا ديروهم في بلاطو واحد وتدخلوا كلشي بجوج بيهم الاشكال بجوج، تقدروا انكم تدخلوهم الكونجيلاتور يقبطوا في راسهم، وعاد كتخرجوهم ديروهم في لي ساشي. انا عندي هنايا غير الكونجيلاتور صغير ديال المجوره، يعني ما يمكنش ليا ندير هذه العمليه هذه، وديجا عندي فيه زعما فيه اللحام ولا فيه شي حوايج اخرى، يعني ما يمكنش ليا ندير هذه العمليه. داكشي علاش اللي فيهم بافو دخلتهم بكونتيتي قسمتهم على جوج ودرتهم هكا في دي ساشي. صافي كندخلهم الكونجيلاتور، يعني لا فورم ديالهم قطعت. الاخرين درتهم في دي ساشي هكا عاديين. هاد لي ساشي هادو راه كناخذهم من بيم ب 25 درهم، فيهم الكبار وفيهم الصغار، زوينين بزاف، والفورمه ديالهم ما كتشدش ليكم المساحه بزاف في الكونجيلاتور. وكنهضر مع الناس بالخصوص اللي عندهم الفريغو صغير. صافي انا غادي نكمل على هاد الطريقه هادي، غادي ندخل هاد الكميه اللي بقات عندي الكونجيلاتور باش كتقبض في راسها، ونكمل الباقي طبيعيين نكملهم نديرهم في دي ساشي. بغيت نقول لكم ان الكميه اللي خرجت ليا هاد جوج ديال الحشوات بالنسبه لي سيجار الصغيورين خرجوا ليا تقريبا واحد 42 سيجار، وبالنسبه للكبار خرجوا ليا تقريبا 36 سيجار. يعني هاد الكميه ديال الكفته والكميه ديال الدجاج، فقلت لكم راه كميه قليله ولكن كتخرج كونتيتي كثيره، فهادشي علاش قلت لكم راه اقتصاديين وخاصكم تجربوهم. هنايا كيف ما كتشوفوا الكونجيلاتور ديالي على هذا الشكل هذا، فلتحت انا واضعه الصلصه اللي شاركت معكم، وفي الفوق صافي وضعت لي سيجار. هنا صافي تقريبا جمدوا، صافي وضعتهم في هذا المجر هذا، وواضعه في المجر الاخر هادو بما قبطوا في راسهم، ونوضعهم تما في لي ساشي. وهنايا خليت لك الصوت باش تسمعي التقرميشه الرائعه اللي كيبغيها كل واحد فينا في لي سيجار اولا في البريوات. وشوفوا من الداخل راه كيجيو رائعين. وبغيت نقول لكم ان ماشي ضروري نقليوهم باش نحصلوا زعما على التقرميشه، فحتى الاير فراير والفران يكفي فقط انك تدهنين بشويه ديال الزيت وغادي يجيو رائعين، غير من الفران الطبيسيل ديال الماكله. وشوفوا لي التقرميشه يا سلام، وتشكل والمنظر ديالهم جاو زوينين وجاو حلوين هكا صغار. اما بالنسبه للشكل الثاني فيلا غادي نخرجوا من الفران حتى هو، فكيجي حتى هو على هذا الشكل هذا، كيجي مختلف على الشكل الاول كيف ما كتشوفوا، حتى هو كيجي مقرمش وكيجي رائع وكيجي زوين، وحتى الشكل ديالو من الداخل كيكون زوين. فانا هنايا كنت كنصور لكم ولكن تحبست الكاميرا وما رديتش البال، فهنا كنقول لكم لا فيديو وصلت على النهايه ديالها. كنتمنى جوج حشوات ينالوا الاعجاب ديالكم، تيقوني لا شكلا ولا مذاقا ولا من ناحيه الاقتصاد، فمن جميع الجوانب كيكونوا زوينين. كنتمنى انكم تجربوهم، والناس اللي جربوهم يردوا عليا الخبر كيفاش جاوهم. بالنسبه للناس غادي نعاود نقولها، اللي باغا تزيد الفخوماج تقدر تزيدوا في الحشوات بجوج، فكيعطي لذه ومذاق رائع. غير انا فضلت انهم يبقاو هكا طبيعيين
وكنتمنى من كل قلبي انكم تخليوا لي في التعاليق كيفاش جاوكم، واذا كانت شي غومارك علاش لا. وبطبيعه الحال ما تنسونيش في سبسكرايب ولي لايك، غادي نتسناهم، وكنقول لكم الى وصفات قادمه ان شاء الله. باي باي.